حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا. جايين النهارده في فيديو جديد. الفيديو دوت انا جمعت لكم في الفتره الاخيره اخر غسولات للبشره الدهنيه وتقييمي ليهم. عايزه اقول لكم ايه الحلو فيهم، ايه الوحش فيهم. اغلب الغسولات دي هتلاقوا على القناه ريفيوهات مفصله عن كل غسول فيهم لوحده. بس انا دلوقتي ايه، بنجمع التجربه كلها بعد استخدامهم طول الفتره اللي فاتت. في حاجات انا ما كنتش محتفظه بيها كعبوه يعني، بس هحاول اسيب لكم الصوره بتاعتها ونبدا نتكلم برضو عنها ومميزاتها وعيوبها. عايزه ابدا معاكم بايه؟ انا هبدا معاكم كده. اول غسول معاكم طبعا شايفين شكل العبوه ايه، بس فضلا وليس امرا كل اللي مش مشترك في القناه ومشرفنا ومنورنا يشترك في القناه ويفعل زر الجرس ويختار الكل علشان يوصل له كل الاشعارات اول ما انزل اي فيديو. واللي مش مشترك طبعا يشترك. واللايك يا بنات، اهم حاجه اللايك. انا عارفه ان انتوا بتنسوا، بس اللايك صدقوني بيساعد ان الفيديوهات تنتشر. كل ما عدد اللايكات بيزيد كل ما الفيديوهات بتوصل لاكبر عدد من البنات. يلا كده نبدا ونقول. اول غسول هو الغسول بتاع ارجنتو. بصوا انا مخلصاه لاخر فتفوته زي ما بيقولوا. الغسول بتاع ارجنتو ده من شركه البا. الغسول دوت هو مخصص للبشره الدهنيه صرف بصراحه. ومش اي دهنيه، يعني المختلطه مايله للدهنيه. مش هتحب الغسول ده خالص. الغسول ده قوي جدا جدا جدا. عشان كده لو هتلاحظوا هتلاقوا في ناس متفقة جدا وبتحب جدا جدا الغسول ده وبتقول اشعار فيه، وانا من ضمنهم. انا حبيت الغسول جدا. وفي ناس كرهت الغسول ده جدا. التركية في ايه بقى، او اللعبة في ايه؟ بصوا يا بنات، اللي هيحب الغسول ده زي ما قلت لكم اصحاب البشرة الدهنية جدا جدا جدا. لكن لو انت مختلطه او مش دهنيه قوي مش هتحبيه. ليه؟ لان هو فيه مواد فعاله قويه جدا، فهو بيسفلت وبيسحب كل الدهون بصراحه اللي في البشره. فبالتالي لو انت بشرتك مش مستدعيه قوي المواد الفعاله دي هيحصل لك فيها جفاف، وهيحصل لك فيها كرد فعل عنيف. الحبوب هتظهر، فعشان كده مش هيبقى مناسب. فلا المختلط هينفع معاها ولا اللي هي دهنيه نص نص زي ما بيقولوا هينفع معاها. هي عايزه الدهنيه اللي هي سمنه بلدي زي ما بيقولوا من الاخر. وخصوصا في فصل الصيف انا بحب استخدمه جدا جدا. في فصل الصيف، انا في فصل الصيف بشرتي بتفرز دهون بشكل بشع. بيبقى الدهون فيها عاليه جدا، فانا ببقى محتاجه مواد فعاله قويه مخصصه داخله على طريقها للدهون فبتسفلت الدهون. فانا بالنسبه لي لما استخدمته مشوفتش منه اي ردة فعل، مشوفتش منه اي وحاشه. بالعكس كان حلو جدا. شال لي كل الدهون زي ما قلت لكم، ما سببليش جفاف، ما سببليش حساسيه، بالرغم من ان انا بشرتي اصلا حساسه وبتتلكك. حرفيا هي بتتلكك. فبصراحه حبيته. وكان حجمه 200 ملي. وكان ساعتها انا جايباه في اوفر واحد. وعايز اقول لكم ان هو على طول بينزل عليه اوفرات وسعره ما كانش غالي. على ما اتذكر برضو هو ما عداش ال 200 جنيه. فكان بالنسبه لي هو حلو جدا. حتى بصوا هو مكتوب عليه ايه، غسول منقي للبشره وملائم للبشره الدهنيه. هم مصنفينه كده ان هو للبشره الدهنيه، حتى ما كتبلكش مثلا مختلطه ودهنيه، لا هم عارفين ان هو مخصص للبشره الدهنيه. وهو منظف لطيف بيعمل على ازاله الاوساخ حصل، لا يسد المساد ده بيحصل. وفي مضادات اكسده، وفي مقشر لطيف بيعمل على ازاله خلايا البشر الميته. وده فعلا في خلايا في مقشرات. هتلاقي بقى ايه هي المقشرات؟ الجلايكوليك اسيد، ودي من اهم المقشرات. وكمان في ريتينول. فهو حلو بصراحه وكنت بستخدمه. تاني حاجه برضو حابه اوضحها، بما ان هو الغسول ده قوي قوي، فلو انت فعلا بشرتك دهنيه وحابه تستخدميه دخليه في الروتين مره واحده. انا كنت بحب استخدمه اكتر بالليل بقى بعد نهايه اليوم كله بقى، وازاله الميك اب وازاله الصن بلوك وازاله الاوساخ والاتربه و فهو بيبقى حلو قوي بالليل، ان هو بيرجع لك البشره ترجع تنتعش تاني وبترجع تتنفس تاني. فبالتالي لما بتحط لها اي كريمات بالليل مغذيه البشره بتستفاد منها. فانا كنت بستخدمه مره برضو واحده لان هو كان قوي. والصبح الاحسن تستخدمي غسول جنتل ولطيف جدا وحنين على البشره. فده 100 من 10. بس زي ما قلت لكم لنوعيه بشره معينه. فده كان رائع يا بنات. طيب ايه تاني استخدمته؟ بصوا ده الغسول بتاع ميليندا جيل. الغسول دوت
ده الشكل القديم، لان هو في شكل جديد نزل بس انا كنت مستخدمه من ايام الشكل القديم. الحجم بتاعه برضو كان 200 ملي. هو اسمه ميليندا جيل فيس كلينزر جيل. كان من احلى الغسولات اللي انا استخدمتها. اولا حجمه كبير جدا، حجمه 200 ملي، فكان حلو. البوتل دي كمان حلوه، يعني انا بحب قوي لما استخدم غسول يكون الديسبنسر دوت، ما احبش دي، يعني دي بالنسبه لي مش حلوه، لكن انا احب دي قوي. الغسول ده كان البديل بتاع يورياش، والغسول بتاع فيتشي ده كان البديل بتاعه. حلو قوي قوي. الغسول دوت عمل المعادلة السهلة، ده السهل الممتنع. كان بيشيل الدهون، ما كانش بيسبب جفاف، ما طلعش حبوب. ده الغسول اللي بيخليكي في السيف سايد الصراحة يعني. ولا حلو بجد، من احلى الغسولات اللي انا هرجع اكررها تاني. بس برضو حبيته اكتر في الصيف، لان زي ما قلت لكم هو فيه مواد فعالة قوية، فهو تأثيره أقوى. وزي ما قلت لكم إن البشرة الدهنية بتبقى متبهدلة أكتر في الصيف، يمكن في الشتاء بيبقى إفراز الدهون فيها أقل، فما بتبقاش محتاجة غسولات قوية قوي. لكن في الصيف هي بتبقى متبهدلة، وكمية الدهون اللي بتفرز بتبقى بشعة، زائد بقى التعرض للشمس والأوساخ والأتربة، فبتخلي البشرة متبهدلة. فأنتي بتبقي محتاجة غسول يخش ينظف من البشرة بعمق، وما يسببلكيش اي حساسيه، ما يسببلكيش اي جفاف، ما يسببلكيش اي التهاب. فده كان رائع. بصوا بقى المكونات بتاعته. وهو كمان زي ما قلت لكم هو كان جل، فهو كان حلو قوي. كان فيه يعني كل المواد الفعاله اللي انت عايزاها، وانا كنت منزله عنه ريفيو مفصل على القناه، فهو كان حلو جدا. بصوا هو مفهوش اصلا، يعني انا مخلصاه لاخر قطره. كل الغسولات دي انا مخلصاها، وبرده ما كانش سعره عالي. يعني هو بصوا فكرة السعر الغالي او الرخيص هي نسبية من شخص لاخر. في مثلا حد بيحسبها السعر بيتناسب للكمية، بيتناسب مثلا للفعالية اللي بياخدها، للكفاءة اللي بياخدها منه. وبصراحة احنا الفترة ديت ما بقاش في حاجة عندنا رخيصة بجد والله العظيم، يعني ربنا يعفو عنا في الاسعار ايه اللي زي دي. فده كان حلو قوي قوي. طيب برضو من ضمن الغسولات اللي انا حبيته قوي بقى ده بقى صيف شتاء شغال معاكي، ده جوكر، ده بجد جوكر. ده ستارفيل. ده غسول يعني جل، بس انا كنت جايبه الحجم الصغير اللي هو ال100 ملي. زي ما قلت لك، عايزه تستخدمي صيف استخدمي، عايزه تستخدميه شتاء استخدمي. ده اول ما بشرتي بتتلكك، اول ما بشرتي بتطلع اي حبوب، او لو ما بستخدم منتج غلط. وساعات كتير قوي بنستخدم منتجات غير مناسبه لبشرتنا فبتضرر لنا حاجز البشره، فببقى محتاجه الغسول الامن، الغسول اللي هو في السيف سايد، وهو ده بجد. في تي تري اويل وزيت شجرة الشاي مخصص ان هو يخش دايركت على الحبوب فيبدأ يعالجها. وفعلا هو ده اللي بيحصل لي. انا الفترة اللي فاتت كان عندي منتج معين استخدمته بهدل لي بشرتي حرفيا، فجبت الغسول دوت. قد ايه هو جنتل، قد ايه هو خفيف، وبالرغم من ده كله الا ان هو فيه مواد فعالة، فهو كان محقق لي المعادلة ان انا كنت واخدة المواد الفعالة اللي مخصصة اللي هي تنشف لي الحبوب، وزائد ما حصليش بيه اي جفاف. فده الجوكر لازم يفضل عندك على طول. اول ما بشرتك تبوظ خشي على ستارفيل على طول. ودي العبوه الصغيره، كان في العبوه الاكبر وسعره كان رخيص. عايزه اقول لك الصغيره دي ما كملتش ال 100 جنيه برضو على ما اتذكر. انا بقول لكم في الرينج ايه، في الرينج بتاع الاسعار. فهو حلو قوي، كان بيدي ترطيب حلو قوي. هو برضو للبشره الدهنيه رائع. بصوا من ضمن المكونات اللي انا بقول لكم اللي انا بحبها للبشره الدهنيه، يا رب بس يكون ظاهر. طبعا في تي تري اويل، في السلسليك اسيد، وما ادراكم ما السلسليك اسيد، وهو دوت اللي احنا بنبقى محتاجينه للبشره الدهنيه. في كمان ماده الالينتينول، فهي دي بتبقى ماده ملطفه ومرطبه. عشان كده بقول لكم هو في المعادله دي ان هو بيوازن ما بين الترطيب وبيوازن كمان ما بين ان انت تقشري وان انت تعالجي الحبوب. فهو برضو حلو قوي. وطبعا المنتجات دي كلها مصريه، وده اهم ما في الموضوع. الستارفيل في ايه كمان؟ ده برضو كنت بحبه قوي، بس ما بقاش ينزل بالشكل ده. ده البيور سكين
من اورفلام، ده 2 في 1. ده غسول وسكراب. الصراحه ما كنتش بستخدمه يوميا لانه هيبقى صعب ان انا استخدمه يوميا، بس كنت بحب كل يومين 3 كده اغسل بيه بشرتي مره واحده. في سلسلك اسيد كمان، وكان حجمه 150 مللي. ده الشكل القديم، لكن في شكل جديد حاليا موجود، بس هو نفس المواد الفعالة، هو نفس المنتج. ده برضو حلو قوي، بينظف البشرة بعمق. يعني يوم ما تبقي حاطة ميك اب تقيل قوي 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 بقى، عايزة تغسلي بشرتك وتنضفيها من العمق وتطلعي كل حاجة من المسام، هو ده. طبعا انتوا شايفين حجم، شايفين شكل العبوات صعب، لان انا محتفظه بيها بعد فتره. يعني كل الحاجات دي انا مخلصاها ومحتفظه لكم بس بيها عشان اطلع اعمل الريفيو. طيب ايه كمان؟ ده حبيته قوي 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 قوي. ده كان بالنسبه لي علاج بجد. المجموعه الخضراء بتاعه ديرما اكتف الاكتي كلير دي كانت علاج. كانت دكتوره الجلديه هي اللي وصفه لي المجموعه الكامله المتكامله دي بقت تتوصف دلوقتي كعلاجات مش كاجراءات تجميليه. الغسول ده حجمه 200 ملي. الغسول دوت كان جيل، كان لطيف جدا، كان خفيف قوي قوي على البشرة الدهنية. عايزة بس اوريكم برضو المواد الفعالة اللي كانت فيه، اللي هي بتبقى مخصص. بس في ميزة بقى، الغسول دوت مش للبشرة الدهنية صرف، الغسول دوت للبشرة المختلطة المايلة إلى دهنية. فبالنسبة لي بيبقى ألطف شوية وأخف شوية، ينفع بقى للدهنية وينفع كمان للمايلة الدهنية. صراحة استخدمته ما نشفليش وشي، كان بيعمل حلو قوي على الحبوب النشطة، كمان كان بيعمل عليها، أو ما سببليش أي جفاف، فكان حلو وما سببليش أي التهاب، وما سببليش أي رد فعل احتكاكي مثلا أو حك أو أي حاجة. بصوا بقى الاكتيف انجريدينت، المواد الفعالة، أنا هقول ما يهمنا. السلسليك اسيد طبعا اهم ما في الموضوع، عشان بيشتغل على الحبوب. طبعا في الجلايكوليك اسيد. عايزه اوريكم بس كل المواد الفعاله، يعني كل دي مواد فعاله، فهو حلو قوي، بيشتغل كويس قوي قوي على على الحبوب. فبرضو ده حلو قوي، ده في السيف سايد، وحجمه 200 ملي، وما كانش بيسبب اي حساسيه. طيب ايه كمان؟ ده الغسول بتاع ابي. ده مكتوب عليه ان هو بينظم دهون البشرة، وده كان حجمه 250 ملي. مكتوب ان هو اويلي سكين. وده الابليكيتور كمان بتاعته. يعني اقلهم في الغسولات الصراحه، عشان بس نبقى حقانيين، لا الغسول ده ما عجبنيش وعمري ما هكرره تاني. يعني كل الغسولات دي هكررها تاني، ما عنديش فيها اي شيء مشكله، بس الغسول ده لا، انا مش هكرره تاني. ليه؟ عشان هو مكتوب عليه ان هو اويل سكين، يعني هو مخصص للبشره الدهنيه، بس هو حرفيا مش مخصص للبشره الدهنيه، هو ضعيف جدا جدا جدا. مكتوب كمان عليه ان هو بينظم دهون البشره، لا هو ما نظمش اي دهون للبشره، هو كان ضعيف. هو غسول زي اي غسول، هو بينظف بس ما نظفليش انا بعمق، فما حبيتهوش. يمكن عشان زي ما قلت لكم انا بشره دهنيه قوي، ويمكن برضو علشان انا جربته في عز الصيف، يعني في اواخر الشتاء اوائل الصيف، يعني في الرينج ده انا جربته، فكان ضعيف قوي قوي قوي. انا واحده بحب انضف بشرتي كويس قوي وانضفها بعمق، واحس ان المسام كده نطفت ووشنا كده بيزيق من كتر النظافه. ده ما كانش بيحصل لي في الغسول بتاع ابي، فبصراحه لا ما حبيتهوش. ممكن عشان ما اظلمهوش الناس اللي قلت لكم، اللي هي الميل يعني مختلطة وميلة لدهنية، نسبة الدهون فيها أقل، نسبة إفراز الدهون فيها أقل، ممكن يكون ده حلو. بس برضو من باب الأمانة، هو ما سببليش أي حساسية، ما طلعليش حبوب، ما عمليش أي ردة فعل احتكاكية، يعني ما سببليش مشاكل. بس أنا ما عجبنيش عشان هو ما كانش قوي وما كانش فعال في التنظيف زي ما بيقولوا. وبعدين هو على فكره هو المفروض ان هو فيه مواد فعاله، يعني هو فيه سلسليك اسيد، فكفايه قوي ان هو فيه سلسليك اسيد، المفروض ان انا احس بتنظيف من العمق، وده بصراحه لا ما حسيتوش. في الستريك اسيد، في جلايكوليك، يعني كل ديت مواد مقشره، بس برضو كل ده انا ما حسيتوش. وبصوا برضو انا مخلصاه لاخر قطر، فلا الصراحه ده انا ما حبيتهوش. طيب في ايه كمان انا جربته من ضمن الغسولات؟ في الغسول بتاع ايكوبيل. الغسول دوت مخصص للبشرة الدهنية، وفي اهم 3 مواد فعالة، في السلسليك اسيد، في النايسراميد، وفي الزنك. فالتلاتة دول، وهو حجمه 150 ملي.
هو مخصص للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة. بصوا الغسول ده حلو قوي قوي، بينضف حلو قوي، ما بيسببش اي حساسية. وانا مجرباه في عز الصيف، كان رائع بصراحه، وكان بينضف بعمق، وكنت على فكره بستخدمه الصبح وبالليل، وما سببليش اي حساسيه وما سببليش اي جفاف خالص، فكان حلو قوي. طيب عايزه اقول لكم انا كده دولت 1 2 3 4 5 6 7، ده 7. التامن بقى اللي انا ما احتفظتش بصراحه بالعبوه بتاعته، يمكن ده ارخصهم على الاطلاق، الغسول بتاع بيور سكين من ماي واي، وهسيب لكم الصوره بتاعته. تمام. انا كنت منزله عنه على فكره ريفيو مخصص كامل على القناه، كان رائع. الغسول ده بالرغم ان هو رخيص بس كان فعال جدا، كان غسول المهام الصعبه. ليه؟ لان كنت اول ما يطلع لي اي حبايه على طول اخش عليه. الصراحه في خلال يومين 2 كان بيخلص الليله، وما بيسيبش اي حبوب وما بيسيبش اي حساسيه. ولكن الغسول دوت كان مخصص لاصحاب البشره الدهنيه فقط. المختلط هيبقى تقيل عليها قوي، وهيبقى شديد عليها، وممكن يسبب لها حساسيه. لكن الدهنيه الصرف اللي هي بتطلع سمنه بلدي كان هيبقى حلو قوي معاه. فانا كده استخدمت 8 غسولات الفتره الاخيره، وكلهم كانوا مخصصين دايركت للبشره الدهنيه. حابه اقول لكم ايه الحاجات اللي تنفع البشره الدهنيه صرف، وحابه اقول لكم في حاجات تنفع الاتنين مع بعض. يعني الغسول بتاع ارجنتو كلير ده البشره الدهنيه صرف صراحه، تقيل على اي بشره تانية، تقيل حتى على المختلطه، مش هيبقى حلو، مش هيبقى فعال، بالعكس هيسبب لك حساسيه وهيقلب معاكي بالعكس. كمان الغسول بتاع بيور سكين بس بتاع ماي واي، برضو للبشره الدهنيه فقط لا غير، عشان ما يسببش اي حساسيه. بصوا ده ينفع للبشرتين، بس لو هتستخدميه للبشره المختلطه يبقى في الصيف بس، الدهنيه المختلطه هيبقى في الصيف بس، في الشتاء هيبقى تقيل قوي قوي عليك. يبقى كده في 3 اهمت انا قلت لكم عليهم: بيور سكين بتاع ماي واي، ارجنتو كلير، ميليندا. خلينا في البشره الدهنيه صرف. طيب بقيه ده اصلا الدهنيه مش هتحبه اصلا، لان هو مش هينضف معاها. تمام، يعني المختلطه هتحبه. دول بقى استخدميهم صيف شتاء، امنين جدا جدا جدا، مش هيسببوا اي حساسيه، مش هيسببوا اي التهاب، بالعكس هيبقوا حلوين معانا جدا. لو عايزه حاجه علاجيه خليكي الاول في الاكتي كلير، لو انت بتعالجي حبوب نشطه هيبقى دوت، معاكي ستارفيل. الاتنين دولت في العلاج هيبقوا رائعين وهيعجبوكم جدا جدا جدا. دي كانت تجربتي مع الغسولات بتاعه البشره الدهنيه في الفتره الاخيره. وانا لغايه هنا وصلت لاخر الفيديو، ويا رب يكون الريفيو او التقييم لمجموعه الغسولات في الفتره الاخيره يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. واي حد ليه اي تجربه مع اي غسول من الحاجات ديت ينزل كده في الكومنتات يسيبها لي ويكتبها لي. وانا لغايه هنا وصلت لاخر الفيديو. لو كان الفيديو عجبكم ما تبخلوش طبعا عليا باللايك، وان انتوا تشيروا الفيديو لاكبر عدد من البنات. بحبكم جدا، واشوفكم على الف خير في فيديوهات جايه حلوه كتير. مع الف سلامه، باي باي.